أتحول إلى كوفنتري. معنا من هناك رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. مرحبا بك سيد رامي. كنا نحاول الحصول على بعض المعلومات من فراس لكن الاتصال انقطع. ربما لديك هذه المعلومة، ما الذي دخل إلى السويداء من مساعدات إنسانية، ولماذا رفض الهجري دخول الوفد الحكومي وبعض من القوافل الإغاثية الأخرى؟ لا، هو دخل أول مساء الخير، رفض دخول الوفد الحكومي حسب ما برر الشيخ حكمة الهجري بأنه خوفا على حياة هؤلاء، لأنك لو أنت اليوم قمت بالسير في شوارع السويداء سوف تقول أنا لا أريد أن أسمع مجرد السمع بدخول أي وفد من الحكومة بعد الشهادات المخيفة والمرعبة وبعد الجسامين المحترقة في شوارع السويداء. اعتقد يعني اذا قلت لي وانا كحقوق انسان اقول لك لا شكرا خليك ما بدي اياك تدخل. دخلت مساعدات انسانيه باتجاه السويداء وباتجاه بلده بريف درعا الغربي، لكن بالنسبه لطريق دمشق كيف ستدخل المساعدات اذا ما كان هناك هجمات على الطريق منذ صباح اليوم من قبل الفصائل بين مزدوجين العشائريه وهي ليست عشائريه، وشاهدنا العصائب الحمراء بشريط مصور مسرب كيف هي موجودة في تلك المنطقة. لذلك أقول اليوم الوضع الإنساني كارثي بكل ما الكلمة من معنى. الجسامين يعني طيب تماما سيد رامي، أنا أقدر ما تقول، لكن ما يقوله الكثيرون هؤلاء القتلى ليسوا فقط من الطائفة الدرزية، هناك قتلى من البدو، هناك قتلى من القوات الحكومية. حدثت هذه الاشتباكات منذ الأحد الماضي، لا شك أن المشاعر جياشة في السويداء، أقدر ذلك. لا أستاذ هندسة، دقيقة. أنا اليوم أنا رب الأسرة، عندما أقوم بقتل أبنائي وأقوم بإحراق أبنائي بعد ذلك أقول والله ابني واحد من أبنائي رد علي. اليوم في السويداء هناك كارثة حقيقية. بالنسبة لموضوع إسرائيل، أنا كمرصد سوري حقوق الإنسان أرفض رفضا قاطعا تدخل إسرائيل بالقصف أو بالشأن الداخلي السوري، ولكن اليوم تحت ذريعة حكمة الهجري يتعامل مع إسرائيل نشاهد بالصوت والصورة عملية قطع الرؤوس. يعني شيء كبير. بعدين موضوع البدو هناك نعم 18 قتيلا من البدو موجودين، هناك 3 مدنيين وثقناهم بالمرصد، طفل وامراه ورجل، قالوا 200 طفل وامراه من البدو. اعطونا يا اخي، اعطونا توثيقات، اعطونا اسماء. انا بحكي لك انا على 192 مدني جرى اعدامهم، انا عندي توثيق بالصوت والصوره وبالشهادات. لكن اليوم ندخل بحرب اعلاميه، دمرنا سوريا، دمرنا السويداء، خلقنا شرق بين السوريين. تصور انه هناك اليوم عندك في بريطانيا احد خطباء المساجد قال بالحرف الواحد هؤلاء الدروز الكفار يجب ان نقاتلهم، ممنوع ان نتعاون معهم، ممنوع نشتري معهم. هو في بريطانيا يعني لم اسمع بذلك، لا ادري ولا يمكن ان نتبنى هذه الروايه سيد رامي. هذه روايتك وانا احترمها تماما. طيب سيد رامي، حدثني عن الوضع في السويداء اليوم، كيف هو الحال داخل المدينة؟ من ينتشر فيها؟ قيل إن قوات من الدروز هم من يسيطرون عليها، ما صحة ذلك؟ مسلحين من الدروز من أتباع الهجري هم الذين يسيطرون على مدينة السويداء من مدخلها الغربي إلى مدخلها الشمالي والشرقي والجنوبي. هم الذين يسيطرون على المدينة. في ريف السويداء قرب بلدة شعبة هناك هجمات على بعض القرى كعريقة وغيرها من قبل فصائل يعني بين مزدوجين العشائر التي جاءت من مناطق ثانية ولكن بلباس وزارة الدفاع موجودين وشاهدناهم بالصوت والصورة. هناك الآن العمل على البحث عن جسامين المفقودين والتي هي كثيرة. عدد الخسائر البشرية فاق الألف، هناك كثير من الخسائر البشرية، هناك أكثر من 2000 جريح، هناك واضح ونحن ذكرنا ذلك في المقدمة لضيق الوقت. سيد رامي، ماذا عن الرهائن من كلا الطرفين؟ هل تمت عملية التبادل أم ليس بعد؟ على الإطلاق يوجد كثير من المحجوزين من الرهائن من المفقودين وبأعداد كبيرة. يجب أن نعمل بسرعة على حل هذا الملف من أجل أن لا يفتح هذا الجرح السوري بشكل كبير. شكرا جزيلا لك من كوفنتري رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.